تبقى لي الاتفاق مع قناة السعيدة للمشاركة في مسلسل المخرج وليد العلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، رجعنا لكم في فيديو جديد وتفاصيل واسم مسلسل النجم صلاح الوافي حسب تصريح الفنان والمخرج زيدون العبيدي. التصريح في نهاية الفيديو. وقبل ما نبدأ في التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد، ويمكنك الانضمام إلى مجموعتنا على الفيسبوك، الرابط في أول تعليق مثبت. ويلا نبدأ في التفاصيل. بعد أن تم الانتهاء من تصوير مسلسل الأكشن مسلسل لقمة حلال للمخرج محمد فاروق والذي سيعرض على قناة السعيدة، تم البدء في تصوير مسلسل صلاح الوافي، المسلسل البدوي والمسلسل الذي يضم العديد من نجوم الدراما اليمنية، ويتم تصويره حاليا في طور الباحة. والمسلسل من إخراج المخرج وليد العلفي، مخرج مسلسل الدلال وأيضا مسلسل غربة البن. وفي العام الماضي أخرج مسلسل العالية. والمسلسل البدوي من بطولة الفنان صلاح الوافي وسمير قحطان وسيف الوافي ومحمد الأموي وزيدون العبيدي وزين العابدين أبلان وفواز التعكري وحسن الجماعي ومحمد نعمان وهدي المانع وأشواق علي وحسام الشراعي وقاسم عمر، وأيضا بعد غياب الفنانة شروق والفنان محمد الفتار وأيضا عمر دوبلة وغيرهم الكثير من نجوم الدراما اليمنية. والمسلسل من إنتاج قناة السعيدة وسيعرض بإذن الله على قناة السعيدة، والمسلسل باسم مصنع المرجلة حسب المعلومات التي وصلتنا من الممثل والمخرج زيدون العبيدي. وإليكم تصريح الفنان زيدون العبيدي حول المسلسل. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك. أنا ما زلت تعز، ما تبقى لي ما يقارب 10 يعني مشاهد من مسلسل لقمة حلال للمخرج محمد فاروق، وتبقى لي الاتفاق مع قناة السعيدة للمشاركة في مسلسل قادم مصنع المرجلة للمخرج وليد العلفي. ومصنع المرجلة الاسم المبدئي للمسلسل، وسيتم تغييره حسب رؤية المخرج بعد الانتهاء من التصوير. وانتظرونا في تفاصيل أكثر عن المسلسل وبقية مسلسلات رمضان اليمنية 2024 في الفيديوهات القادمة. فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد، وألقاكم في فيديو قادم. في أمان الله.